ده رد فعل الجول يا جدع روح يبقى بقى الجول لازم روح عنده رد بقى. فعل. يبقى الجول عنده لا رد لا لا فعل. لا 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 يا طب نرجع بقى للشناوي يا باشا ماليش دعوه بالشناوي نرجع بقى للشناوي. بقول لك انا ماليش دعوه بالشناوي انا والله ماليش دعوه بالشناوي. احنا بنقول حق ربنا والله ما انا حق ربنا حق ربنا. يعني انت بالنسبه لك ابو جبل لا يتحمل الهدف ده كابتن ابو ولا اي هدف يتحمل دخل. اربعه يتحمل اربعه اقسم بالله يا كابتن الجول الاولاني ده الهدف الثاني ما نشوف الهدف انت ماسك الرق والله مش ماسك برضه هتقول ماسك الرق يا كابتن ده مدير فني لا والله مش ماسك الرق انت انا ما اقدرش احكم الجول الرابع محمد ده ازاي يا كابتن فلازم ابو جبل يلام في الاهداف اللي دخلت. كابتن رضا بقى عنده وجهه نظر تانية خالص، هيسيب كل ده ويسيب كل المشاكل ويمسك في الاهلي وجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي. طب ليه يا كابتن رضا؟ يقول لك تعالى وسع على الشناوي، وسع للشناوي. يا عم ما حدش جاب سيره الشناوي. السلام عليكم واهلا بكم في فيديو جديد. طبعا انا متاسف جدا على التاخير اللي حصل، لكن اوعدكم في الجاي ان شاء الله نستمر وما نغيبش المده دي تاني. حصل احداث كتير الفتره الاخيره، كان اهمهم مباراه الاهلي وسيمبا اللي قدر يفوز بها النادي الاهلي خارج الديار 1-0. مباراه كانت صعبه جدا واللي حسمها ان الاهلي هاجم في اول 10 دقائق وجاب جول. فالف مليون مبروك لكل اهلاوي على الفوز، وان شاء الله مباراه العوده نقدر نقدم فيها اداء اقوى ونتيجه ايجابيه. من الحاجات اللي لفت نظري الفتره الاخيره هو تعليق الكابتن رضا عبد العال على هزيمه منتخب مصر من منتخب كرواتيا. الطبيعي والمنطقي على راي الكابتن خالد الغندور ان مصر تخسر من كرواتيا، لان كرواتيا من اقوى المنتخبات في العالم ومنتخب على المستوى الفردي والمستوى الجماعي عالي جدا. فالهزيمه من منتخب كرواتيا بعد تغيير المدرب وجلب لعيبه جديده مش كارثه ولا حاجه، بالعكس ده هزيمه متوقعه. على الاقل شفنا مستوانا قدام الفرق الكبيره. لكن طلع الكابتن رضا وقطع في المنتخب وقطع في اللعيبه وقطع في الكابتن حسام حسن اللي ماسك بقاله لسه 10 ايام ما لحقش يعمل اي حاجه. فتعال نشوف الكابتن رضا قال ايه ونرد عليه واحده. لكن قبل ما نبدا في اي حاجه كالعاده ما تنساش لايك وسبسكرايب واكتب لي رايك تحت في الكومنت. ممكن تعليق لحضرتك على الماتش يعني بعد الهزيمه 4-2 من خلال يعني شوط اول وشوط ثاني. طيب هنقول اول هام البطوله دي احنا ما استفدناش منها بجنيه. السبب اول هام انت هتلعب مدرسه غير مدرسه كرواتيا، يعني انت هتلعب في افريقيا. فكان الاحسن تجيب لنا فرقه زي نيجيريا اللي هي كسرت الدنيا في الامم الافريقيه الاخيره، فرقه زي كوت ديفوار الفرق اللي هي مصنفه في افريقيا دي، عشان احنا الاحتكاك بتاعنا افريقي مش اوروبي. كابتن رضا ماشي بمبدا خالف تعرف، والناس كلها رايحه يمين انا هروح شمال علشان ابقى ظاهر وابقى مختلف. كابتن رضا طالع بعد البطوله، بعد ما البطوله خلصت ومنتخب مصر خسر في المباراه النهائيه قدام كرواتيا، بيقول لك احنا ما استفدناش حاجه من البطوله وما كانش لها لازمه اصلا، وحسام حسن ما كانش يروح، كناش نلعب البطوله دي ولا ننظمها. ليه يا كابتن رضا؟ قال لك كنت رحت جبت فرقه من افريقيا لعبتها علشان انت بتلعب في افريقيا ما بتلعبش في اوروبا. كابتن رضا دي فرقه كوره ودي فرقه كوره، ده مستوى عالي وده مستوى اقل. على الاقل لما اشوف نفسي قدام المستوى العالي واعرف ان انا امكانياتي ضعيفه ابقى عارف انا فين، ابقى عارف انا تصنيفي ايه بين المنتخبات. لا كابتن رضا مقتنع ان انت كنت لازم تجيب فرقه من افريقيا. طيب انا عاوز اقول لك حاجه يا كابتن رضا، بعيدا يعني انك ما انتقدتش البطوله قبل تنظيمها، انتقدتها بعد ما خلص، وده دليل انك بتحكم على النتائج. عاوز اقول لك ان اللي منظم البطوله دي شركه راعيه، هي اللي جابت المنتخبات دي ومضت معاها ان في بطوله وديه هتتعمل في مصر بمكافآت معينه، وده المفروض في صالح منتخب مصر. فانك معترض وخلاص دي مشكلتك انت. طبعا الاستفاده ايه؟ ان انت بتقدم وجوه جديده. ايه الوجوه الجديده اللي انت قدمتها؟ مفيش. ده انت حتى محمد حمدي سيبك بقى، سيبك من الاونطه دي بقى، خلينا بس نتكلم عشان ما نتنرفز. احنا في رمضان وطالعين نقول ايه بعد القطايف واللطايف، نقول كلمتين بما يرضي الله عشان الناس اللي هي بتضحك عليها. احنا مش هنضحك على حد. تمام. احنا كنا بنطالب بحسام حسن ولغايه دلوقتي عايزينه ينجح ان شاء الله، بس في اول اختيار صدمنا، اول اختياراته صدمنا، واخد بالك؟ لعيبه ما بتلعبش ولعيبه اصلا مصابه، فاهمني؟ فاحنا بنقول ايه؟ انت الماتش اللي فات والماتش ده انت ما كسبتش لعيب ب5-2. انا المفروض ان انا اكسب واحد على حساب محمد حمدي اللي موقوف، محمد شكري لو انت لعبته ارفع لك القبعه. احمد بيكهام في الحته اللي ورا او في نص الملعب افيد من اي حد في اللي ورا واللي في اللي قدام. افيد من محمد عبد المنعم، افيد من اي حد ككوره. ما انت دلوقتي بتقول لي ايه؟ انت اجلت الدوري وماتش الاهلي وانبي عشان ايه؟ احفظ اللعيبه الفكر عشان يطلعوا بالكوره من ورا، صح؟ تمام. احسن واحد يعملها لك في مصر دلوقتي بيكهام. ما زال الانتقاد شغال وما زال الكابتن رضا بيمارس هوايته، بينتقد اي حاجه من غير اي دليل ومن غير اي دافع، وبيقول لك انت ما استفدتش اي حاجه من البطوله دي، لا استفدت منها لعيبه ولا استفدت اداء ولا قدمت وجوه جديده. طب يا كابتن رضا هو مروان عطيه ده مش وجوه جديده؟ طب بلاش مروان عشان لعب البطوله اللي فاتت بتاعت افريقيا. هو كوكا ده مش وجوه جديده؟ هو مصطفى شلبي اللي نزل مش وجوه جديده؟
هو محمد الشامي اللي نزل مش وجوه جديده؟ قال لك سيبك من الاونطه دي. طب يا كابتن رضا انت عاوز ايه يعني؟ مشكلتك فين؟ بيقول لك احنا ما كسبناش وجوه جديده. ليه يا كابتن رضا؟ علشان انت ما لعبتش شكري وبيكهام. طب يعني يا كابتن رضا بالله عليك وبالعقل، انت راجل بتقول انا طالع اقول الحقيقه عشان ما تضحكوش على الناس، انت طالع تقول ان بيكهام وشكري كان هيغيروا لك نتيجه مصر وكرواتيا؟ يعني انا عاوز بس واحده واحده، احمد بيكهام في الدفاع وشكري اللي هو باك شمال هيغيروا نتيجه ماتش؟ ايوه. كابتن رضا بالنسبه له ايوه هيغيروا نتيجه ماتش. طب لو كان لعبوا وما ادوش كان هيشوف اي مشكله ثانيه ينتقد فيها. مش مهم ايه الموضوع، ان هم انا انتقد وابان ان انا مختلف وخلاص. المصيبه والكارثه فين بقى؟ ان الكابتن رضا عبد العال بيقول ان احمد بيكهام مع احترامنا الكامل للاعب احسن من محمد عبد المنعم. في ايه يا كابتن رضا؟ احسن منه في ايه؟ ده راجل بيلعب منتخب مصر وبيلعب للنادي الاهلي في مصر وفي افريقيا، وراجل كل الناس اجمعت على امكانياته. انت بتقول ان بيكهام احسن منه لمجرد انك تثبت وجهه نظرك وخلاص؟ يعني انت عشان تثبت وجهه نظرك تخالف كل الاراء اللي اثبتت بالدلائل ومن غير دلائل؟ انا ما اعرفش الناس اللي قاعده حواليك في الاستوديو دولت بيسمعوا الكلام ده ويعدوه ازاي. صح. ما انت الماتش اللي فات الهدف ده كابتن فرقتنا او دفاعنا ده الماتش ايه؟ ده الهدف ايه؟ ده الهدف الاول. ده جه في رجل محمد عبد المنعم، هي اللي غيرت الدنيا. ماشي، بس النهارده بس من بدري يا كابتن، من بدري حتى كل اللعيبه اللي واقفه في السكس يارده لازم اضغط من بدري. يعني مروان عطيه او محمد ابو جبل واقف مظبوط. مين؟ ابو جبل ولا لعيب يفرقوا في ال 18 واقف صح، محدش ماسك ومحدش مقرب من اللعيبه. ما هو كده كده هيجي يقف يعني. ما ريح بس، اهدى بس وصلي على النبي. انت يعني ابو جبل ما يسالش عنه بالطول، ما يسالش عنه لان عامله لب من فوق. ما تقولش ليه عبد المنعم اللي هو داخل وضاغط. ضغط وكابتن. طب ماشي خلاص، جت في رجله وعملت اللي هو اللب البسيط ده اللي خليته حد. طب بالذمه ده جون يخش في حارس مرمى منتخب مصر حتى لو لب. ما فيش بوكس، ما فيش ان انا اطلعها بايدي. ما يرجعش خطوه، ما يرجعش هو خطوه لورا يا كابتن. انا بس ما بتكلمش، مش بلطش يا كابتن في كلام. انا بتكلم. انا دلوقتي اسال اي مدرب حراس مرمى، بمجرد ما الكوره تيجي تتشاط لازم اطلع من على الخط. يعني هو مش خطوتين متوقع. ثلاثه. هو الراجل اصلا استعداده ان هو يشوط محمد ابو جبل. ايوه ما اعرفش ان هي تضرب وتغير اتجاه وتنزل من فوق. ده رد فعل الجول يا جدع روح يبقى الجول لازم روح عنده رد فعل. يبقى الجول عنده لا 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 لا. نرجع بقى للشناوي ونقول نرجع بقى للشناوي. انا بقول لك انا ماليش دعوه بالشناوي. انا والله ماليش دعوه بالشناوي. احنا بنقول حق ربنا. والله ما حق ربنا. يعني انت بالنسبه لك ابو جبل لا يتحمل الهدف ده كابتن ابو ولا اي هدف دخل. يتحمل الاربعه. اقسم بالله يا كابتن الجول الاولاني ده ما نشوف الهدف. انت ماسك الرق. والله مش ماسك برضه. هتقول ماسك الرق يا كابتن؟ ده مدير فني. لا والله مش ماسك الرق. انت انا ما اقدرش احكم. الجول الرابع يتحمل ده ازاي يا كابتن؟ طبعا انا سبت لك الفقره الكوميديه دي وسبتك تسمع الفيديو كله. ليه؟ عشان تستمتع بالفقره الكوميديه اللي بيقدمها الكابتن رضا عبد العال. انا هنا عاوز بس اعلق كام تعليق كده. اولا، هو الكابتن ابو الدهب والكابتن محمد فاروق ازاي راضيين على نفسهم المهزله اللي بتحصل دي، والراجل ده بيقعد يتريق عليهم ليه كده؟ يعني انا مش فاهم والله. هل ده السكريبت بتاع البرنامج بيقول كده؟ ان هو يفضل يتهكم ويتريق ويطبل ويزمر ويعمل الحركات دي على آرائهم وعلى كلامهم وهم ساكتين ما عندهمش مشكله؟ انا بالنسبه لي النقطه دي لازم اسال عليها بصراحه. تعالى بقى لكلام الكابتن رضا. الكابتن رضا الراجل بيساله بيقول لك ابو جبل قدم اداء سيء في المباراه، ودي حقيقه كلنا متفقين ان ابو جبل مسؤول عن هدف او اتنين في الاهداف اللي دخلت، وكان ممكن يغير النتيجه ويقللها عن كده. لكن ابو جبل تعامله السيء مع كل الكرات اللي راحت عليه، وكمان انه ما بيوجهش الدفاع، وهو الوحيد حارس المرمى الوحيد اللي بيبقى شايف الملعب مش واقف بظهره او بجنبه، فهو واجب عليه يوجه الدفاع وده ما حصلش. فلازم ابو جبل يلام في الاهداف اللي دخلت. كابتن رضا بقى عنده وجهه نظر تانية خالص، هيسيب كل ده ويسيب كل المشاكل ويمسك في الاهلي وجمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي. طب ليه يا كابتن رضا؟ يقول لك تعالى وسع على الشناوي، وسع للشناوي. يا عم ما حدش جاب سيره الشناوي، ما حدش جاب سيره الشناوي. الشناوي مصاب بقاله كام شهر، وكانت اصابته مع المنتخب برضه راجل كتفه مخلوع. ايه دخل الشناوي في ان انا بقول ابو جبل ما قدمش حاجه؟ يعني انا عاوز افهم حاجه بس، فهمني انت بتقول انا طالع افهم الناس عشان ما حدش يضحك عليهم. طالع تقول الراجل بيقول لك ايه رايك في مستوى ابو جبل، تقول له وسع للشناوي؟ ايه وجه المقارنه؟ الشناوي ايه دخله بالموضوع؟ وبعدين هو انا لما انتقد ابو جبل ابقى بطبل للشناوي؟ ايه الفكره؟ ايه المنطق؟ وبعدين ثواني بس، هو انت ليه دايما حاطط لعيبه الاهلي في دماغك؟ ليه لما قال لك من شويه ده قدم وجوه جديده واحمد كوكا وكده قلت له سيبك من الهاكس ده؟ يعني ليه دايما بتتهكم وبتتريق على لعيبه الاهلي وبتدخلهم في الموضوع وهم مش طرف اصلا؟ اتمنى الفيديو ده يوصل لك وتقعد مع نفسك وتفكر شويه كده. مش عيب على فكره لما تطلع غلطان، مش عيب لما يبان انحيازك لاي حد ضد الاهلي، مش عيب، بس تطلع تعترف بيه، ما تطلعش تضحك علينا. ولو البرنامج ده سكريبت، يعني ده لو سكريبت وانتم متفقين عليه عرفونا برضه. خلاص عرفت ان ده برنامج بقى مش رياضي، ده برنامج فكاهي بيقدم فكاهه وبيقدم كوميديا، فنقعد نتفرج عليه ككوميديا وكفكاهه، لكن ما اخدش اراءه جد واقعد اناقشها واحللها. ارحمنا بقى يا كابتن رضا، رمضان كريم. بس كفايه كده،
انا ما حبيتش اطول عليكم، ولو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب عشان نستمر. اشوفك فيديو جديد، سلام.